عمرك سألت نفسك ليه حوادث الأطفال بقت كتيرة قوي بالشكل ده؟ وهل ده جديد ولا التاريخ شاهد حاجات أبشع بكتير؟ النهاردة هنتكلم عن الحادثة اللي جمدت الزمن لأكتر من 1600 سنة تقريبا، لحد لما ربنا قرر إننا نعرف قصتهم عشان ناخد لحظة للتفكير وتكون عبرة لينا كلنا. في العصر الروماني كان في مدينة اسمها بومباي في إيطاليا حاليا، وكانت مشهورة بالفاحشة للأغنياء. كان عندهم تقدم فظيع في العمارة والتجارة، وكانت البلد مكان للسياحة، حاجة كده زي الساحل الشمالي دلوقتي، يعني زمن بيعيد نفسه. وكانت مشهورة بالزنا والعلاقات الشاذة، رجالة مع رجالة ومع ستات وحيوانات وأطفال، ما سابوش حاجة، حرفيا حاجة كده تقرف. مع حيوانات مع بعضهم، رسومات فيها أطفال مع رسومات جوه رسومات، واضح إن هي كانت عالمية. تفتكروا هم كده خلصوا كل الفساد اللي في الارض؟ لا لسه، ده هم اللي اخترعوا الدارك ويب. كان عندهم مسارح كبيره عشان الاغنياء يستمتعوا بالعروض، والعروض دي ما كانتش رقص وغنى، الموضوع كان ابشع من كده بكتير. كانوا بيجيبوا العبيد ويدخلوهم قدام وحوش وحيوانات مفترسه عشان الاغنياء يستمتعوا بشكل الناس وهي بتتقطع قدامهم، والوحش المفترس بيمثل بجثثهم. يعني الدارك ويب مش جديد ولا حاجه، وكان اللي يحاول يستخبى وهو بيعمل الحاجات الحرام دي كانوا بيهنوه وبيستهزئوا بيه. عشان يجي يوم 24 أغسطس سنة 79 ميلادي والساعة 1 الظهر يوم عيد إله النار يحصل بركان ويثور جبل فيزوف ويخلي السماء تمطر نار، وده كان انتقام ربنا ليهم. وبيقول بليني الأصغر أحد المؤرخين إن في ناس حاولت تهرب للبحر، وفي ناس تانية حاولت تستخبى، وفي ناس ملحقتش تعمل أي حاجة. والعلماء قالوا إن هم اتحرقوا بدرجة حرارة تصل ل 500 درجة مئوية، لدرجة إن الناس اتحنطت مكانها وماتوا على الوضع اللي كانوا عليه. أهل بومباي في نفس الهيئة اللي هم ماتوا فيها، 16 جثة من الجثث اللي هي لما ماتوا في لحظتها فضلوا متحجرين زي ما هم بالظبط. في محلات دعارة وإشارات على شكل العضو التناسلي بتقول لك اتجاه المحلات ومعلقين عليها لمبه. بصوا يا جماعه، تلاقوا علامات على الارض بتؤشر على المكان اللي كانوا بيروحوا فيه عشان يقول لك تروح منين على طول. شايفين الراجل ده كان في وضع غريب مع طفل، وهم كانوا بيوثقوا اللي كانوا بيعملوه بالرسم على الجدران والنحت، سبحان الله، عشان يفضل دليل عليهم. وربنا قال في القرآن الكريم في سورة الأنعام آية 44: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، قلنا لهم خذوا وخذوا وخذوا وابنوا وتأسسوا وعيشوا واترفوا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة. يعني لما طنشوا التحذيرات اللي ربنا بعتها لهم وما اهتدوش ورجعوا نفسهم، ربنا فتح عليهم أبواب الخير كله، صحة ومال وعلم، وده كان استدراج مش تكريم ليهم، لحد ما بقوا فاكرين ان ده كله بشطارتهم عشان فجأة يجيلهم العذاب وبدون مقدمات. ربنا أنذرهم وأنذرنا باللي حصل لقوم سيدنا لوط عليه السلام، هو نفسه اللي حصل لهم. ربنا أهلك قوم سيدنا لوط عليه السلام لما أصروا على المعصية وما تابوش، بس برضو كان ربنا بيحاول يحذرهم. وقبل البركان ب 17 سنة حصل زلزال قوي جدا ضرب مدينة بومباي والمدن اللي حواليها، والزلزال ده سبب دمار لمباني كتير جدا، انهارت المعابد اللي كانوا بيعبدوا فيها الأصنام، والمدينة فضلوا يبنوها فترة كبيرة جدا. هم وقتها كانوا فاكرين انها مجرد كارثة طبيعية، بس علماء التاريخ كان ليهم رأي تاني، قالوا ان ده كان انذار مبكر ان جبل فيزوف بدأ يصحى ويستعد لانفجار كبير. ولأن ربنا قال في القرآن في سورة يونس بسم الله الرحمن الرحيم: حتى إذا أتت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها Benjamin Netanyahu, Prime Minister of Israel. أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس. وده لأنهم كانوا واصلين لدرجة كبيرة من التطور والعلم. انتوا عارفين يعني ايه يكون في الزمن ده في جاكوزي؟ بيعرفوا ازاي يسخنوا المية وازاي يسقعوها، ولا شكل المباني اللي كانت بتدل على علم العمارة. شايفين الفتحات دي المطاعم اللي كانوا بيقدموا فيها الأكل. ولأن ربنا قرر ان ينهي كل ده في لحظة ويخليهم يختفوا من على وش الأرض، عشان بعد كده الناس تكتشف المدينة سنة 1748 وتكون عبرة لينا. وانا اللي عايزه اقوله لكم ان الحاجات الشاذة زي التحرش بالاطفال او الشذوذ او ان حد يستمتع بانه بيشوف حد بيتقتل او اللي بيعبدوا الاصنام ده موجود من زمان قوي، مش دلوقتي بس. احنا لحد النهارده في ناس بتعبد الاصنام زي الديانه البوذيه، وناس بتعبد البقر، وناس بتعبد النار، وناس تانية غرقانه في علاقات حرام. والحل انك لازم تاخد لحظه للتفكير. لو المجتمع بيكتر فيه الظلم والتحرش والقتل او الفساد وانتشار الامراض فده مش صدفه. قصه بومباي مش مجرد تاريخ،
التاريخ، لا دي قصة بتقول لو الظلم زاد فالهلاك قريب. فكل واحد فينا لازم ياخد لحظة للتفكير ويراجع نفسه. لو ابنك اتعرض للتحرش بلغ وعالجه عشان يطلع بني ادم سوي. بس كده، ما تنساش تقولي رأيك في الكومنتات لو الفيديو عجبك، وما تنساش تعمل لايك واشتراك في القناة.